تقول أمي شايب عنده بنت اسمها سارة، والبنت هذه كبرت وعنست ولا جاها اللي خطبها، والله أعلم ما فيها من المواصفات الجميلة اللي يرغبها الرجال ذاك الوقت شيء. وشال أبوها همها وبلش فيها، يبى الله يرزقها، يبيها تزوج وتروح وتعيش مع الناس. وفي يوم من الأيام زاره واحد من أخوياه شاعر، ويبدأ الشايب يشتكي للشاعر، قال أنا ما عندي من هموم الدنيا إلا هالبنية أبغاها تزوج ولا جاها لي خطبة. قال الشاعر اللي رفيزه ذا، وإذا يا أبو فلان صفيت لك الخطابة على الباب وش لي؟ قال والله ما عندي إلا هان خلطين ترى لك. قال والله ما عندي إلا هان خلطين هن راس الماء ترى لك. قال والله يتسني أبو فلان بكرة دخل الخطاب يصفون على الباب، ويبدأ يصفها ويكتب فيها قصيدة. الشعار ذولا نكبة يقولون ملائكة. ويبدأ يكتب قصيدة ويوصفها وصف عجيب: يا وجودي وجد مكسور الجبارة، ساهر 90 ليلة ما يباتي، طبعا فيها توجد. وبعدها بدأ يوصف البنت، يقول ولعتني بالهوى والحب سارة، دلهتني عن غنادير البنات وحسايف، بنت بن سلوم سارة عند أبوها تدرج مثل المهاتي، سارة مثل سكر في غضارة، والجدايل بالرشوش مجدلاتي. ما شاء الله. تقول ما شاء الله. ومطوع لو يشوف خديد سارة طبق المصحف وعجل بالصلاة، ما ذكر جار ذبح بالحب جاره بالمبيسم والثنايا المرهفاتي. شلون؟ حالف منسى ولا سلاح بسارة، كودها شقرة يخلون الصلاة. الحين من أول ما يصلي لها شقرة. لا ملهم أهل العلم وأهل الخير. أهل العلم وأهل الخير أهل شقرة. بعد به يخلون الصلاة. المهم ويبدون ما شاء الله تجي الخطاب. وتيجي الخطاب من كل صوب، ويبدأ يتنقى ويزوجها واحد من أكبر وجهاء البلد. ما شاء الله. اي والله. عاد يقولون انه استمر رغم انه اكتشف بعد الزواج ان المواصفات اللي ذكرها الشاعر كلها غير صحيحة، لكنها استمرت وعاشت عنده. يمكن اخلاقها زينة، تربيتها زينة، لقى فيها حسن دبرة. ما هي عند الزين. اي والله الدعوة ما هي عند الزين تقولون.